بغلي اللبن زي كل يوم، لقيته النهارده قطع مني وما بقتش عارفه اتصرف. اسكت انا بقى، لا جبت كوبايه اللبن القاطع دوت وحطيت عليها معلقتين من السكر ومعلقه من الخميره، وتعالي نعمل مع بعض وصفه هتحتاجيها الايام اللي احنا فيها ديت لسندوتشات الولاد واللانش بوكس. وصفه سهله وسريعه وكمان طعمها حلو جدا، وتنفع في الفطار وفي العشاء وفي الغدا كمان. تعالى اقولك هنعمل ايه. اول حاجة طبعا انا استخدمت كوباية واحدة من اللبن القاطع، حطيت عليها معلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة، دوبتهم مع بعض كويس جدا بالطريقة دي كده. في الوقت دوت بقى هكون محضرة معايا ربع كوباية من الزيت، وكمان هحط عليها معلقة كبيرة من السمنة. معلقة السمنة هنا هتخلي الطعم حلو قوي. عايزة كده نص معلقة من الملح، وقلبي الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. صليتي بقى على الرسول؟ طب يلا بسرعة صلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. واحفظي الوصفة ديت عندك، لو اللبن لا قدر الله قطع ولا حاجة تقومي تنفذيها على طول. ولو انت عايزة تنفذيها وما عندكش لبن قاطع، ينفع بمية، ينفع بلبن عادي، ينفع كمان بلبن رايب، ينفع بكوباية زبادي، تنفع بأي حاجة من اللي أنا قلتلك عليهم دول. حطيت بقى أنا دلوقتي كده بمعدل 3 كوبايات من الدقيق، وهعجن مع بعض. هنعجنها كده بطريقة بسرعة بسرعة بسرعة، مش تاخد مننا وقت خالص. وصفة النهاردة لذيذة جدا، لازم تجربيها. لو عجبتك بقى ما تنسيش بقى تعملي شير عشان الكل يستفيد من الوصفة دي. هنزل كده بالمية تدريجيا لحد ما تتلم معايا. في كوباية اللبن القاطع اللي انا حطيتها ديت تقدري تحطي عليها 5 كوبايات من الدقيق، وطبعا هتزودي تدريجيا حبة حبة مية لحد ما تتلم معاكي. ده كده شكل العجينة. عجينة طرية ناعمة بتلزق كده سيكة، حاجة بسيطة قوي. هحط بقى في أرضية الطبق شوية حلوين من الدقيق، وهحط كمان على وشها شوية دقيق، وهغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وهرجع لها تاني وهقولك هنعمل بيها ايه. طبعا انتي لو مستعجلة على الخمر بتاعها ممكن تسخني شوية مية كده وتحطي الطبق ده جوه الطبق اللي فيه شوية المية السخنين. انا طبعا كنت بعمل حاجات تانية فخمرت معايا عقبال ما خلصت. كده بقى العجينة بقت معايا تمام قوي. هخرج بقى منها الهوا دوت، وتعالي الايه نقرصها كده كل كورة بمعدل كده مثلا ممكن نقول 35 40 جرام. ممكن تزودي الكمية وتخليها 60 لو انت عايزة الرغيف كبير شوية. احنا هنعمل عيش شامي ينفع لسندوتشات الولاد في المدرسة. زهقنا بقى من الفينو، فيبقى عندنا عيش طعمه حلو جدا. تفتحيه وتحطي جوه سندوتش اي حاجه، يعني يتعمل سندوتشات. ينفع في الفطار الصبح لو انت عامله شويه فول في البيت تغمزي بيه الفول. بصي العيش دوت حلو قوي. ينفع كمان لو انت عامله غدا مثلا بانيه او اي حاجه، اي حاجه تخطر على بالك العيش دوت بيليق عليها. في العشاء كمان حلو قوي مع الجبنه الرومي، خطير. هنا كده خلصت الكمية كلها وفردته بالشكل دوت. انا عايزاه شكل مطول شوية، مش عايزاه مدور، عشان يبقى زي رغيف الفينو كده اقدر اللي انا احشيه للولاد. دي الكمية اللي طلعت من المقادير اللي قلتلك عليها. طبعا انا هسويه في الفرن، فخليته على طول في الصينيه، صينيه مش مدونه اي حاجه خالص. اللي تفرديه تحطيه على طول في الصينيه. عقبال ما تخلصي الكميه هتروحي الاول صينيه هتلاقيه خمر معاكي، تحطيه بقى على الرف الوسطاني في الفرن، وتكوني مشغله الفرن قبليها ب10 دقايق. هتلاقيه بدأ اللي هو يتنفخ معاكي جوه الفرن. ممكن تشغلي الشوايه لو الفرن عندك ضعيف شويه عشان يديكي تحميره للوش بتاعه، من غير ما تدهنيه اي حاجه هيديكي نتيجه ممتازه. طري حلو جدا، نقدر اللي احنا نحتفظ بيه في الفريزر ونطلعه عندي الاستخدام على طول. بصي بقى انا بعمله سندوتشات ازاي. بفتحه كده من الاطراف وبعمله بقى في سندوتشات كده، بيبقى طعمه خطير، لازم تجربيه.